كبيره وكارثه كبيره في نص الملعب، ان انت ما عندكش لعيب بقوه ماكاليستر داخل ارضيه الملعب. ماكاليستر وسوبوسلاي هي الثنائيه اللي المفروض تبتدي بيها كل مباراه. جونز لعيب كبير، اسف، جونز لعيب كبير وعنده الامكانيات، ما اختلفتش معاك، ولكن مش زي ماكاليستر اللي عنده تجربه وعنده قوه بدنيه وعنده تكتيك وعنده كل حاجه فنيه على ارضيه الملعب. وخاصة لما بيكون بيلعب جنب منه سوبوسلاي، لأن سوبوسلاي عنده نزعة هجومية قوية جدا، فبتحتاج لعيب زي ماكاليستر والعدل ان هو كان متألق الموسم اللي فات، فان انت تعتمد عليه الموسم ده بشكل كبير، مش انك تيجي فجأة تحطه في التلاجة. المشكله الاكبر بقى عندك في خط الدفاع ان انت بتلعب اتنين لعيبه ستايل واحد، اتنين لعيبه تقال، اتنين لعيبه حركتهم تقيله مع سرعه الريتم والقوه البدنيه اللي بنشوفها في الدوري الانجليزي وسرعه التمريرات واللعبه ما بين الخطوط واللعبه على الاوفسايد. اللعيبه دي تقيله، صعب تقدر تطبق الكلام ده دلوقتي في الدوري الانجليزي، خاصه مع تقدم العمر لفيرجيل فان دايك. انت دلوقتي اما بتلعب فيرجيل فان دايك وابراهيم كوناتيه في خط الظهر كاتنين مساكين، الاتنين ستايل واحد، الاتنين ما عندهمش اي ابتكار، الاتنين لعيبه بتعتمد على القوه البدنيه اللي هي قلت بشكل كبير جدا مع ارتفاع عامل السن، فبالتالي بيرتكبوا اخطاء ساذجه جدا، لان الاتنين رتم واحد شبه بعض. انا اللي اعرفه في الكوره ان الاتنين المساكين لازم يكون واحد عنده كواليتي استلام والخروج بالكوره و... ولو اللعيب اللي تحت منهم رقم ستة بيفرق معاهم بشكل كبير جدا. لو هو لعيب قوي بدنيا زي ما انا قلت زي ماكاليستر، بيقدر عنده الامكانيات وعنده الابتكار ان هو يقدر يخرج بالكوره. فانا بشوف ان الكوارث كلها عند المدرب حرفيا، دي وجهة نظري. مدرب ليفربول هو سبب الكوارث، وغياب كبير ومؤثر جدا لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر. ومشكلة ليفربول الأزلية إن مفيش بديل طول عمره للحارس الأساسي، مفيش بديل للحارس الأساسي، فدي مشكلة ليفربول طول عمرها وهتفضل مستمرة، مع مشكلة إن أنت بتلعب باتنين مساكين شبه بعض ما عندهمش أي ابتكار. عامل السن أثر على العامل البدني اللي هم بيعتمدوا عليه بشكل كبير، لأن هو أهم حاجة بتميزهم، ما عندهمش حاجة تانية بتميزهم، ما بيعرفوش يستخلصوا الكرة بكل سهولة بدون أخطاء. فدي مشكله في خط الظهر. المشكله في وسط الملعب ان انت ما عندكش عدل، ان لعيب زي ماكاليستر بطل العالم ومتألق بشكل كبير جدا يبقى قاعد دكة وانت محتاجه، وهو اميز لعيب رقم ستة عندك، ويمكن من اميز اللعيبة رقم ستة اللي موجودة في الدوري الانجليزي. فعدم الاعتماد على ماكاليستر كارثة كبيرة. دخول ايزاك وعدم العدل مع ايكيتيكي خلى الفرقة بشكل كبير في الجانب الامامي ما عندهمش قوة ولا ما عندهمش التهديد.